بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادة المشاهدين على قناة ساهر شات، أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة من سهرة الفيسبوك. اليوم ألتقيكم أنا أحمد النيل الريح يوسف، وأعتذر لعدم توفر الأستاذة رانيا لتقديم هذه السهرة لظروف. اليوم سعيد كل السعادة إنه ألتقي مجموعة من الذين ظهروا في الفيسبوك وكان لهم صداهم في الأعمال الخيرية، وقاموا بأعمال كبيرة جدا في الفيسبوك، وظهر أثرهم على المجتمع، أي انتقل الخير من الشاشة البلورية إلى أعمال خير في المجتمع. أهلا ومرحبا بضيوفي في هذه السهرة، سهرة الفيسبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. راني محمد الشيخ علي، ولقبي في الفيسبوك حبيبة سودانية. أهلا ومرحبا حبيبة السودانية. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. محاسن عبد الغني. أنا في الفيسبوك محاسنكم، لكن في الأعمال الخيرية بالتنيل النسخة العربية. أهلا ومرحبا بحبيبة السودانية، وأهلا ومرحبا بمحاسن الليلة إن شاء الله في سهرتنا الفيسبوك. ودارين نناقش بعض المواضيع الهامة جدا على قناة ساهر شات. المعروف إنه قناة ساهر شات هي قناة التواصل الاجتماعي في السودان وفي العالم، حيث تهتم بالتواصل الاجتماعي الهادف وعبر الوسائل المختلفة. من تلك الوسائل اللي هي وسيلة الفيسبوك، الموقع العالمي المعروف لكل الناس في العالم، حيث قام بأعمال كبيرة جدا وجليلة، أهم إنه غير بعض الأنظمة، وأهمها تبنى قضايا كبيرة جدا في المجتمعات، وأيضا تبنى قضايا الاجتماعية في التعاون والإصلاح. الآن نحن دارين نتكلم عن أهمية التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة التعاون بين الناس، وخاصة من خلال الفيسبوك. أهلا بمحاسن، تقبلنا. في البدء أنا بحيي قناة ساهر شات على الاستضافة. أنا طبعا بدأ من الآخر بنحييهم على استضافتنا في برنامج أو سهرة في سهرة الفيسبوك. بداياتنا نحن كانت من خلال النت، كانت بداية مبكرة شوية قبل الفيسبوك. نحن بدينا من خلال منتدى، هو عبارة عن منتدى للتواصل الاجتماعي والثقافي. ولما يعني
مجموعة طيبة من السودانيين في الداخل والخارج. المنتدى بتاعنا اللي احنا بدينا به هو سودان دوت نت. سودان دوت نت، وأنا من هنا بحيي قائد الركب أو الشخص اللي على رأس المنتدى، السيد المبجل معاذ عطاسيب، فله تحية خاصة جدا، لأنه هو كان السبب في تواجد المجموعة وفي تواصلنا نحن ذاتنا. بدينا كجروب نتعرف على الإنترنت. حتى التعارف بتاعنا بدأ نحن بنتعرف بالنيك نيم، يعني أسماء مستعارة، يعني زول حبيبة سودانية، بنت النيل، بنت السودان، هباش، يعني الأسماء المستعارة دي. ففكرنا إنه ليه نحن الجروب دي ما يبتدي يظهر لبعض، يعني يتعامل مع من غير خلال يعني نحن كنا بنتعامل خلال الشبكة العنكبوتية، نحن نطلع برا عشان نشوف نحن عايزين نعمل شنو، وعشان نستفيد ذاته من تواصلنا من خلال النت. فبدينا بأول لقاء خارج النت أو خارج المنتدى أو خارج الشبكة العنكبوتية. فكان في لقاء، أول لقاء كان، ففي اللقاء دي بدأ الناس عملوا اشتراكات. الاشتراكات دي هي كانت نواة للأعمال الخيرية بالنسبة لنا يعني. نحن قبل ما ندخل في الجروب وتكوين الجروب، دايركم توروني إنه الجروبات أو التجمعات من خلال الفيسبوك أو كل التجمعات في كل المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، هل مواقع التواصل الاجتماعي الآن الموجودة على الشبكة العنكبوتية هي ممكن الناس تتبنى من خلال أعمال جميلة وكذا؟ وهل الوعي السوداني أو كنحن مجتمع ممكن نتعاون من خلال هذه المواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مقارنة عارف بزمان وحسة في اختلاف توتالي. زمان لما دخلنا النت لسه ما كانت شيء المجتمع السوداني متعود عليه أو متأقلم عليه أو عارف مداخله ويعني أسراره أو أهدافه، كان شبه مرفوض صراحة يعني، أو يعني ما محبذ إنه الناس تخش في النت أو حتى البنات خاصة أو كده يعني. فبدايتنا إحنا لما دخلنا 2002 و2001 للصراحة كان في رهبة وفي تردد وفي خوف في التعامل، إنه زول يعني يعكس حقيقته، يقول اسمه كده. لكن مع مرور الوقت الزول ابتدى يكسر الحاجز، والكسر الحاجز ده كان عن طريق أول اجتماع عملناه في أرض الواقع، والناس اتعرفت شخصيا بأساميها وشخصياتها وكده، ومنها احتمال ده ادى دافع إنه الناس تطمئن للنت وللمنتديات وللتواصل عبرها. والأمور بعد يلا أنا هي لو طرحت سؤال لكم في كمجتمع سوداني نحن، هل التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية الآن ودخول كل السودانيين بطبقاتهم المختلفة وبشرائحهم، الشباب والكبار والصغار، في الشبكة العنكبوتية، هل الوعي الآن كافي على أساس إنه الناس أصبحت تستغل الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، في التواصل الاجتماعي الهادف، أم حتى الآن الوعي ضعيف؟ أكيد الوعي يعني هي ممكن تعتبر قاب قوسين يعني. ممكن الزول يستغلها بشكل إيجابي وممكن الزول يستغلها بشكل سلبي، لكن أنا شايفة إنه الأغلبية وخصوصا الفئات الشبابية من الجامعات وكده أصبحت جادة جدا يعني. فكرة الجروبات الخيرية والتواصل، الناس خلى فيها عندها وعي ويعني رغبة في التواصل إن هو يكونوا مفيدين للمجتمع. طيب أنا زمانك أو في الأوروبيين خاصة، يعني أي إنسان عنده مشكلة أو عنده قضية أو عنده أي حاجة خاصة هو ما ملم بها، كان بيدخل في الشبكة العنكبوتية وبيعرضها وبعد شوية بيلقى لها حلول من خلال الناس المهتمين. هل نحن كسودانيين وصلنا يعني المرحلة دي، أم عندنا فترة لسه طويلة؟ لا، نحن وصلنا ده، نحن عندنا إثبات يعني. قبل كده كان مقالة نزلت في الجريدة عن الفتاة بائعة الصحف اسمها كان هيفاء. نعم. والخبر اتعكس في المنتدى
وكان السبب لما انعكس في المنتدى إنه الأعضاء تحبزوا للفكرة وحبوا يساعدوها، وفعلا تواصلنا عن طريق جريدة بيها شخصيا وسجلناها في الجامعة. وكان يعني من الحاجات المؤثرة جدا إنه الزول عن طريق النت فعلا يقدر يعني بخبر شخص، يعني أي زول بيحكي أي خبر بيكون له صدى، كان سلبي كان إيجابي. طيب سؤال بيس اور نو. يعني الآن نحن يعني أصبحنا مستغلين النت استغلال جيد؟ إجابة واحدة يس اور نو. لا لا. انا باعتقاد حتى الان يعني نحن ما وصلنا المرحله بتاعه الوعي الكافي لاسباب. نحن مجتمعنا السوداني مجتمع متحفظ جدا، يعني احنا عشان نطلع من حكايه انه نحن نكون متحفظين ونتعامل مع النت بصوره ايجابيه، رغم انه نحن عانينا زي ما قالت الاخت رانيا انه نحن عانينا في بداياتنا. يعني احنا كان بيشكلونا ناس البيت، يعني كنا بنلاقي معاناه كثيره في انه نحن نتعامل او نتواصل من خلال النت. يعني الناس الفهم ده ما كان فيه. حاولنا بجهودنا انه نحن يا جماعه النت ده ما ظاهره سيئه، النت ده ممكن تكون ظاهرة إيجابية. وعشان طيب كده يلا هنا سؤال بيطرح نفسه. الآن مثلا يعني الناس التعارف على الإنترنت وخاصة على الفيسبوك ممكن يكون علاقة يعني تصل البيوت والناس يتعارفوا مع كده وكده. نعم أكيد في زيجات، في زيجات احنا بنعرفهم شخصيا، الناس اتعرفوا عن طريق المنتدى، حاسه ما شاء الله فاتحين بيوت. انا ورانيا اتعرفنا من خلال النت ومن 2003 ولها اصحاب يعني اصدقاء يعني. وتعرف في حادثة يعني ممكن نقول الجلسة دي. اي طبعا اكيد. والله هو ممكن يكون يعني حتى يعني نحن دخلنا كثير من بيوت. طبعا يعني المشاهدين يعني في لقاءنا ده يعني في معلومة ما بعرفوها، هو انه الليلة اول يوم نحن نتلاقى او هذه اللحظة اول لقاء لنا على ارض الواقع. كنا بنتلاقى في الشبكة العنكبوتية الوهمية، الشاشة الوهمية. لكن الآن يعني جينا هنا ده، والآن في بيت الأستاذة حبيبة السودانية، واستقبلونا هلا غاية الاستقبال، وأنا حيوم واستضافونا الليلة في بيتهم، ونحن الآن بنقدم السهرة دي. أنا في رأيي إنه التواصل من خلال المواقع، التواصل الاجتماعي، الناس ممكن تطورها وتكون جادة ومفيدة لكل الناس. نطلع فاصل ونواصل سهرتنا فيسبوك. تابعونا.